شكون هما الاسبارتا وشنو هي القصه ديالهم وشنو العدد ديال الجيوش ديالهم وامتى كان التاريخ ديالهم. هادشي اللي غادي تعرفوا معنا في هذا الفيديو هذا. ولكن قبل ما نبداو ما نساوش تضغطوا على زر اللايك والاشتراك وتابونوا عندنا في القناه باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. اخوان اليوم في هذا الفيديو هذا نعاود لكم واحد القصه ديال من اشهر القصص الصراحه اللي سمعتها، واخا هي قديمه بزاف الصراحه، اللي هما الجيوش ديال الاسبارتا. اليوم نعاود لكم هذه القصه هذه وامتى كان التاريخ ديالها وشكون هما الجيوش ديال الاسبارتا وشنو هي القصه ديالهم وشكون هما وفين هو الاصل ديالهم. هادشي كامل غادي تشوفوا معنا في هذا الفيديو هذا. يلا بينا في هذا المقطع هذا. وشكون هما الاسبارتا؟ وكان واحد المجتمع عسكري قديم في اليونان. بدات الثقافه ديال العسكريه مدينه في الولايه ديال اسبارتا في الجنوب ديال اليونان. كل اسبارتا كانوا كيشكلوا اهم مجموعات الاغريق، وكانوا كيشهروا بالشجاعه ديالهم والقوه ديالهم الجسديه والعقليه. كانوا الاسبارتا كانوا تدربوا في اليامات ديال الشباب ديالهم سن مبكر على القتال والتحمل البدني، حيت هما كانوا كيتدربوا واحد التدريبات شاقه بزاف وصعيبه بزاف، ولكن هي كانت كتشكل واحد الجيش قوي بزاف. حيت كانت الاسبارتا كانت تمتلك واحد النظام عسكري فريد من نوعه، اعتمد على الانضباط الصارم والتعاون الجماعي. كان عندهم قواعد صارمه واخلاقيه. كاين اشهر جزء في التاريخ ديال الاسبارتا هي معركه تيرموبيلي، حيت قامت واحد المجموعه صغيره من الاسبارتا بقياده الملك ليونايدس مواجهه ديال الجيش الفرس الضخم في عام 480 قبل الميلاد. ولكن رغم ديال الهزيمه ديالهم في المعركه الا ان الاسبارتا كانوا بيظهروا الشجاعه ديالهم والقوه ديالهم. ولكن تاثرت الثقافه الاسبارتيه تاثيرات مختلفه مع مرور الوقت، وتدارت تدريجيا في القرن الرابع ميلادي اللي كان تم الغزو الاسبارتا من قبل مودينو واندماج ديالهم في الامبراطوريه الرومانيه في الوقت اللاحق. كيفاش الاسبارتا كانوا كيتدربوا ديك الساعه؟ كان الاسبارتا التدريب ديالهم كان جزء اساسي من الحياه ديال الاسبارتا. هما كانوا كيعتبروا المقوات العسكريه مميزه بزاف في اليونان القديمه. كان التدريب ديالهم كان كيبدا في السن المبكر للشباب الاسبارتيين الصغار، وكانوا كيستمروا طول حياتهم العسكريه. كان غنوريكم بعض الجوانب كتميزها الاسبارتا. كانوا كيبداو بالتدريب البدني. كان الاسبارتيين كانوا كيتمتعوا بقوه جسديه ولياقه بدنيه عاليه. كانوا كيمارسوا تمارين رياضيه، تدريبات قاسيه، والقدره على التحمل. كانت كتشمل التدريبات هذه بحال الجري والقفز والرفع الاثقال، النشاطات العسكريه الاخرى بحال الطايفه بالسيوفه والادروع والتدريب القتالي. حيت كانت الاسبارتا ديك الساعه كانوا كيتعلموا فنون القتال القريبه، يستخدموا الاسلحه مثلا الرمح والسيف والدرع. كانوا كيتدربوا على تشكيلات القتال والحركه العسكريه وسلوكيات الهجوم والدفاع. كان عاوتاني ديك الساعه التدريب الروحي والعقلي. كانت الاسبارتا كانوا كيتدربوا تدريبات عقليه، وكانوا كيعتبروا ديك الساعه الشجاعه واللواء تضحيه ماء القيم، كيبانوا بالروحانيه والتفاني العسكري. الاسبارتا كانوا كيعيشوا في تدريب عسكري قاسي بزاف وعسكريه تدريبيه صارمه. كانوا كيتعلموا التحمل والقدره على العمل الجماعي. وشنو هما الديانات ديال الاسبارتا؟ الديانات ديال الاسبارتا هما في الاول كيعقدوا واحد الديانات قديمه في اليونان، كتشمل مجموعه تاع الالهه والمعتقدات اللي كانت كتاثر الثقافه، بحيث كانوا كيعبدوا واحد الالهه بزاف. منهم زوس اعلى اله في الديانه اليونانيه القديمه، واثينا الهه الحكمه والحروب، هيليوس اله الشمس، وغيرهم كثير من الالهه بحال بوسايدن، بحال هيديس، بحال اورانوس. المهم بزاف الالهه اللي كانوا كيعبدوا، بحال اريسا هو الاله ديال الحرب. حيت كانت الديانات اليونانيه ما كانت كتلعب دور مهم كبير في الحياه اليوميه ديال الاسبارتا. كانت المعابد والطقوس الديانيه كانت كتحتل مكانه هامه في المدينه. على سبيل المثال كان تسمى واحد المعبد مخصص للزوس في الاسبارتا، بما في ذلك المعبد الشهير كيضم تمثال ضخم تمثال ضخم للإله. كان مع مرور الزمن وبدات التاثر بالتغييرات الثقافيه والدينيه. من ثم تحولت الديانات اليونانيه القديمه اندمجت مع الديانه الرومانيه لاحقا بعد الرومانيه، بعد الاحتلال الامبراطوريه اليونان، الامبراطوريه الرومانيه في اليونان. وشنو هي الاسلحه اللي كانوا كيستخدموها الاسبارتا؟ كانوا كيشهروا التميز ديالهم في القتال العسكري. كان عندهم واحد المجموعه متنوعه من الاسلحه اللي كانوا كيستخدموها في المعارك. لكن عندي لكم بعض الاسلحه الشائعه اللي كانوا كيستخدموها الاسبارتا. الرمح اللي كان سلاح رئيسي في الاسبارتا، كان كيستخدم في المهاجمه والدفاع، وكان الطول ديالو كيوصل
طول حوالي من 2 حتى 3 متر. كاتانا هو واحد السيف ذو وكان كيستخدم للقتال القريب. والدرع كان اسبارتيوم، عندهم واحد الدرع كبير كان مصنوع من الخشب ومغطي بالجلد ديال الثور المعدن، وكان ديما كانوا كيحميوهم من الهجمات. كاسر هو نوع من الرماح القديمه، كان كيستخدم في الاشتباكات القويه. والسيف كان الاسبارتيون كانوا كيستخدموا السيف قصير، كانوا كيستخدموا في القتال. كانت كتعتبر هي الاسلحه الشخصيه. واش لكم كان ماشي غير هاد الاسلحه هادو، كانوا بزاف الاسلحه اللي كانوا كيستخدموها الاسبارتا في الحروب ديالهم في القتال ديالهم. وشنو هي الماكله اللي كانوا كياكلوا الاسبارتا كانوا كيتبعوا واحد النظام غذائي بسيط وقاسي بزاف مع نمط الحياه ديالهم العسكري والرياضي. كان الغذاء ديال الاسبارتا هي الحبوب والخبز اللي كانوا كيستهلكوا كميات كبيره من الحبوب مثل الشعير والقمح. وكان عندهم واحد النوع خاص من الخبز، وكان كيتم الخبز ديالو بشكل طبيعي. واللحوم جزء هام من النظام الغذائي. كانوا اكثر كيستهلكوا لحوم الخنازير، اللحم ديال البقر والاغنام. كتم تربيه الماشيه في الاسبارتا باش يوفروا اللحم والخضروات والفواكه. الا ان الاسبارتيون كانوا كيستهلكوا بعض الخضروات والفواكه بحال الثوم والبصل والزيتون والتين. وكانت كتعتبر وجبه خفيفه وغذاء الجنود ديال الاسبارتا اثناء الحروب. وشنو هما الحروب اللي كانوا خاضوها الاسبارتا كانوا شاركوا في العديد ديال الحروب والصراعات خلال الفتره التاريخيه ديالهم. وكان عندي لكم بعض الحروب الشهيره اللي كانوا خاضوها الاسبارتا. حرب البنزينطه في القرن الثامن قبل الميلاد. كانت هذه الحرب هذه بين الاسبارتا والمدينه، وانتهت هذه الحرب هذه بانتصار الاسبارتا والسيطره على مدينه بنزينطه. حرب الميدوسين في القرن الخامس قبل الميلاد. شاركت الاسبارتا في الحروب تاع الميدوسين ضد الامبراطوريه الفارسيه. كانت اشتهرت هذه المعركه هذه الشهيره في المعركه تاع تيموبلي، حيث قاتل الملك ليونايدس و300 جندي الاسبارتي ضد الجيش الفارسي العظيم. حرب الفلاسفه في 404 حتى 431 قبل الميلاد. كانت حروب الفلاسفه كانت سلسله من الصراعات بين الدول اللاتينيه والاسبارتا والحلفاء ديالها. استمرت لمده 27 عام. انتهت هذه المعركه هذه بانتصار الاسبارتا والسيطره على مدينه اثينا. حرب كورونتيا 187 حتى 395 قبل الميلاد. الحرب كورونتيا كانت سلسله من الصراعات بين الاسبارتا ودوله كورونتيا والحلفاء ديالها، وانتهت بالانتصار ديال الاسبارتا. ودار التاسيس ديالها الهيمنه ديالها في اليونان. دي فقط بعض الحروب اللي كانت خداتها الاسبارتا، ومازال كاينين الحروب بزاف. وكان اشهر الحرب اللي كانت خداتها الاسبارتا هي الحرب اللي كان بالقياده تاع الملك يونايدس و300 جندي كانوا داروها اصلا في الفيلم. امتى سال العصر ديال الاسبارتا كانت انتهت تقريبا في سنه تقريبا مع نهايه الحرب كورنثيه في عام 387 قبل الميلاد. بعد هذه الحرب هذه كانت تراجعت القوه ديال الاسبارتا وفقدت السيطره ديالها على العديد من المدن اليونانيه. من غير هذا الشيء كامل كانت بدات النزاعات ديالها الداخليه والانقسامات السياسيه في الاسبارتا. من تما في ذاك الوقت بدا التوتر ديالها على القدره ديالها الحفاظ ديالها على المكانه ديالها بحال السابق. مع هذا الشيء كامل كانت الاسبارتا كانت ديما كتلعب دور مهم. القوات القديمه كانت شاركت في العديد من الحروب والصراعات اخرى في اليونان من القديمه. مع مرور الوقت تراجعت اهميه الاسبارتا بشكل عام واندمجت مع التطورات السياسيه عافيه في العصور في المنطقه. فينا بلد كانوا كيعيشوا الاسبارتا، يعني اين بلاصه كانوا كيعيشوا فيها الاسبارتا؟ كانوا عاشوا في واحد المدينه قديمه تقع في المنطقه، يعني كيعيشوا فيه كمدينه قائمه. بعد انتهاء العصر ديال الاسبارتا ديما تلاشت تدريجيا، ولات دابا موقعا اثريا ليها. تقدر تزور الاسبارتا تكتشف الموقع ديالهم الاثريه وتتعرف على التاريخ تاع اسبارتا القديمه. المهم الا بغى يكتشف الاسبارت كيف عاشوا وهادو، مشيو تزوروا اليونان، تما فين كانوا عاشوا الاسبارتا وتشوفوا التاريخ ديالهم والحضارات ديالهم كاملين. هادشي اللي كاين عندنا الاخوان، وشكرا لكم حيت شفتوا هاد القصه ديال الاسبارتا كيف عاشوا كيف دوزوا الحياه ديالهم كيف ولاو. المهم الا عجبتكم بحال القصص هادو قولوها لي في كومونتير، وعندي بزاف القصص نعاودها لكم في التاريخ القديم بحال القصه تاع هرقل ولا قصه بيراسيوس ولا قصه ديال بزاف تاع القصص اللي كانوا في الاساطير الاغريقيه. ومهم الاخوان اللي كان عجبكم السلسله هذه ما تنساوش تضغطوا على زر لايك وتشتركوا في القناه ديالي
ومتنساوش تفرجوا في الفيديو اللي راح تقبل ديال القصه تاع الفايكنج. نتمنى يعجبكم، وهادشي اللي كاين معنا الاخوان. متنساوش اللايك والاشتراك، ونتسناو الفيديوهات جديده ان شاء الله. السلام عليكم.